لو أول مرة بتشوفيني أنا هدير بعمل أفكار هاند ميد وإعادة تدوير بطرق مختلفة وجديدة تخليكي تعملي ديكور بيتك بنفسك وكمان بأقل تكلفة. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. تعالوا النهاردة نشوف احنا عملنا الأباجورة الترندي الغالية جدا دي ازاي وعملناها كمان من إعادة التدوير. يلا بينا لما نروح نشوف احنا عملناها ازاي. ما تنسيش لو أول مرة بتشوفيني تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس. زي ما انتوا شايفين دي اعادة تدوير لعلب الجبنة. العلب اللي هي الشفافة دي، وهو ده المطلوب. انا كان نفسي بصراحة ان ارتفاع العلبة دي يبقى اعلى من كده، بس برضو هي شكلها حلو. لو عندك علبة اعلى من كده تقدري تعملي بيها. المهم ان انا جبتها وزي ما شفتوا شلت الجزء اللي من فوق بالسكينة عادي وبالمقص. وبعد كده جبت السلك بتاعي او الدواية بتاعتي وشفت مقاسها قد ايه وعلمت من تحت. وبعد كده برضو عملتها بسكينة سخنة كده وقدرت ان انا افتح المكان ده زي ما شفتوا في الفيديو. بعد كده جبت بقى كوستر الاطباق ده. يا بنات الكوستر ده تقدري تجيبيه من عند اي محل بيبيع رفايع الادوات المنزلية، سعره بيبقى 20 او 15 جنيه. احنا مش هنحتاج غير كوستر واحد بس لو نفس حجم العلبة دي. خدت المقاس وبدأت اقص الكوستر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الاباجوره دي فعلا ترندي جدا وغاليه قوي. مهما اقول لكم هي غاليه قد ايه، سعرها اوفر بجد. انتي هتقدري تعمليها بنفسك وكمان من اعاده التدوير. ما استخدمناش غير كوستر الاطباق والعصاية بتاعت المقشة. هتوديها عند اي نجار، العصاية سعرها 10 جنيه. وكوستر الاطباق سعره 15 جنيه، يعني كلفتك 25 جنيه لو هتحطيها ديكور بس من غير الدواية. يعني هي سعرها كله في الدواية بتاعت النور. زي ما انتوا شايفين عشان بس ما توهش في اي حاجة وما اشرح لكمش كل حاجة بالتفاصيل. بعد ما قصيت الكوستر جبته وبدأت اثبته بالشمع من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هي الطريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة خالص. بدأت اثبته بالشكل ده. هثبته طبعا من فوق وبعد كده هثبته من تحت عشان يبقى ثابت معايا كويس في العلبة بتاعتي. وزي ما قلتلكوا احنا لازم نكون بنعمل الاباجورة على حاجة شفافة علشان طبعا لما تحطي النور يبقى باين. يعني ما ينفعش تجيبي علبة مش شفافة وتعملي عليها الإضاءة مش هتبقى باينة. فهو افضل حاجة ان احنا نعملها على علبة شفافة. طبعا انا كنت خلصتها هنا وكملتها برضو كلها بقطعة كوستر تاني. بتاخدي برضو المقاس وتكمليها عادي مفيش اي مشكلة خالص. وبعد كده جبت بقى خيط الكردون ده. خيط الكردون اللي انا يعني شكلي هفكه وهحط خيط الخيش. عايزة اقول لكم انا قلت تغيير اعمل بخيط مختلف شوية بدل ما انا كل حاجة بعملها بخيط الخيش، بس عيني مش حابة الموضوع، عايزة اشيله واحط خيط خيش. فاكتبولي برضو انتوا رأيكم في الكومنتات، اسيب الخيط الاسود ولا احط خيط خيش احسن. انا بالنسبه لي يعني بفكر بجد ان انا اشيل خيط الكردون ده واحط خيط الخيش، لان انا بصراحه بحب خيط الخيش قوي. انتوا اكيد واخدين بالكم من الموضوع ده. المهم ان ده خيط كردون. تقدري كمان تستخدمي خيط مكرميه مصري يعني عادي المتوفر عندك. ثبتها كلها كده وبعد كده هعمل نفس اللي عملته فوق تحت وهعمله كمان في الجزء اللي انا لحمته علشان ما يبقاش باين الجزء الملحوم ده ونداري خالص اي ديفو في الشغل بتاعنا. زي ما انتوا عارفين انا بحب اهتم بالتفاصيل قوي يا بنات، وبحب على قد ما اقدر ان انا شغلي ده لما حد يمسكه ما ياخدش باله ان ده اعادة تدوير خالص. بهتم بالفينش، وعشان شغلك يطلع ناجح لازم تهتمي بالفينش بتاع الاعمال بتاعتك. عايزه اقول لكم ان انا في عميله تيجي تكلمني كده تقول لي هو انت ينفع تبعتي لي دي؟ اقول لها تمام، ابعت الحاجه وانا واثقه ومتاكده ان هي هتعجبها وان مش هيبان خالص ان دي اعاده تدوير. والحمد لله هو ده اللي بيحصل مع العملاء بتوعي. فهو ده اللي انا عايزاكي انت كمان تعمليه، ان انت تبقي بتعملي اعاده تدوير للحاجه بشكل كويس وبفينش كويس علشان تحسي ان لا دي حاجه انا شارياها وحاجه قيمه. يعني انا الحمد لله كل الشغل اللي انا بعمله هو كوبي منه بيتباع بره وباسعار غاليه جدا.
فاهتموا بالفينش، يعني الفينش بجد بيفرق جدا. وفي حاجة كمان، انا دايما لما بعمل اعادة تدوير لاي حاجة، الحاجات دي انا ببقى محتاجاها في بيتي. يعني مش عشان انا عندي هواية اعادة التدوير، قلتلكوا قبل كده على الموضوع ده، بفضل اعمل اعادة تدوير باي افكار او باي حاجات وتتركن عندي. لا، انا دايما بعمل اللي البيت محتاجه. خلصتها طبعا بالشكل ده. وبعد كده بقى جبت الدواية بتاعتي وبدأت اثبتها زي ما انتوا شايفين كده في الايه، في الخرم اللي احنا عملناه في الاول خالص، قبل ما نثبت الكوستر وقبل ما نثبت اي حاجة خالص، والدواية ثبتت معايا جدا. بعد كده بقى هنجيب، انا طبعا يا بنات قلتلكوا هنعملها بعصاية مقشة. عصاية مقشة فعلا هتجيبيها ب10 جنيه، وبمنشار كده هتقسميها 3، والتلاتة يبقوا قد بعض. تمام. انا بحكم شغلي، عشان انتوا عارفين ان انا بعمل بوتات الزرع اللي هي برجول وكده، انا بيبقى متوفر عندي الرجول دي، فانا ما عملتهاش بعصاية مقشة. بس انا عشان اسهل عليك انتي الموضوع، هي هتتعمل بعصاية مقشة ونقسمها 3 قطع، سهل جدا الموضوع ومش هيكلفك خالص. بدأت اجيبهم واعلم كده بقى في الاماكن اللي انا هبقى محتاجة اثبت فيها الرجول. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان انا متضايقه جدا عشان الموبايل بتاعي رن، والجزء اللي انا كنت بثبت فيه الرجول ده للاسف يعني ما تسجلش. اتضايقت بجد قوي. كنت بقى خلاص انا اصلا خلصتها، وانا الموبايل لما بيبقى معمول سايلنت ما باخدش بالي، ودايما لما ببقى بصور ببقى عاملاه سايلنت عشان اي صوت او كده. فالموبايل فصل وانا كنت متوقعه ان هو بيتصور طبعا. المهم ان انا ثبت الرجول، ثبتها بالشمع، وبعد كده باستخدام الجبس. هتقولولي ازاي حطيتي جبس؟ طب والدواية والكهرباء بعيد عنها تماما، لان اصلا الدواية دي كانت في اباجورة وكنت جايباها من ايكيا، فهي حلوة قوي. الاباجورة طبعا باظت وكده، فانا خدت الدوايات دي قلت استغلها واعمل بيها انا اباجورات تاني. شايفين شكلها؟ انا بقى حبيت ان انا اوريها لكم في كل الاضاءات كده، والنور شغال وبرضو هنطفي النور. شايفين؟ بجد يا بنات حلوة جدا وترندي جدا، وبجد انتي هتعمليها هتكلفك بالظبط، يعني مش هنقول 50 جنيه. بس ده طبعا من غير الدواية، هو السعر كله هيبقى في الدواية. ما تنسوش بقى تكتبولي رأيكم، وما تنسوش كمان لو أول مرة بتشوفيني تعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتي. باي يا بنات، واستنوا مني فيديو جديد بفكرة جديدة.